السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الوصفة الجديدة. عندنا اليوم هاد الفخيدات ديال الدجاج كيجيو مقرمشين ومحمرين وزوينين، كنتمنى تجربوهم. عندي هنا 5 ديال الفخيدات ديال الدجاج، غسلتهم مزيان بالملحة وبالحامض. هنا في عندي كاسرول غندير فيها نص كاس ديال الحليب، وعندي في العطرية الملحة وشوية ديال الحار، وعندي البزار والثومه غبره. ممكن ديروا العطريه اللي كتعجبكم، وممكن تعوضوا الحليب بدانون مسوس، كيعطي واحد النتيجه زوينه مع الدجاج. ممكن تعوضوا الفخاد باي حاجه بغيتوها في الدجاج، ممكن ديروا الصدر اولا ديروا جنيوحات، كلهم كيجيو زوينين بهذه الطريقه. غادي نقد الدجاج ديالي في هذه الخلطه اللي درت، وغادي نتقبو مزيان بشي كيردون مزيان. الا تقبناهم منها غندخلهم العطريه، ومنها غيدخلهم الطياب مزيان. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي نشرملهم مزيان وغادي نخليهم يرتاحوا على الاقل واحد ربع ساعه، باش ما كانت المده ديال الطرقات طويله، باش ما كتكون النتيجه افضل، يعني كتشربوا هذيك العطريه مزيان. صافي هنا الدجاج ديالي من بعد ما ارتاح غادي ندوزو في هاد الدقيق اللي درت فيه نفس العطريه اللي درت مع الحليب، درت فيه البزار والملحه وشويه ديال الثومه غبره، ودرت فيه نص خماره ديال الحلوه وشويه ديال مايزينا. عندي هاد الفخد كندوزو من الدقيق ونعاود ندوزو من الماء ونعاود ندوزو من الدقيق. هاد الطريقه كنضمن بها ان الدقيق كيشد مزيان في الفخد، لان هاد الدقيق هو اللي كيساهم في هذيك القرمشه اللي كتكون فيه، خاصه ان فيه مايزينا وفيه الخماره. صافي هنا الزيت ديالي من بعد ما طابت غادي نحط فيه هاد الفخاد، وغادي نستمر حتى نحطهم كلهم. كنعاود نفس الطريقه. كاينه هاد الطريقه ديال اننا ندوزوهم من الماء، وكاينه ديال الطريقه ديال ان نديروا واحد الخليط ديال الماء والدقيق، يعني الدقيق يكون جاري شويه، مره كندوزوه من الدقيق مره كندوزوه من الخليط ديال الماء والدقيق، حتى الطريقه كتجي مزيانه. كنت حضرت بها مع البروشيت ديال الدجاج معكم، جاو زوينين بزاف. صافي هنا غادي نستمر حتى نكمل هاد الفخاد كلهم. تقريبا غادي نطيبهم مده تقريبا واحد 8 دقائق 10 دقائق 12 دقيقه، على حساب الفخاد واش غلاظ ولا رقاق. المهم نتاكد مزيان ان الطياب داخل ليهم، يعني ما نزربش عليهم وما نجهدش بزاف العافيه باش ما يتخطفوش من برا ويبقى لداخل ما طايبش. يعني العافيه تكون متوسطه، ما تكونش ناقصه وما تكونش مجهده. صافي هنايا هما شتي كيفاش جاو، بداو كيتذهبوا، يعني كيجي واحد اللون زوين بزاف وكتجي واحد القرمشه زوينه، ومن الداخل كتكون واحد الرطوبيه واحد المذاق جميل، خاصه ان الثومه غبره كاينه في هذه الوصفه. صافي هنا هو الدجاج ديالي قرب يطيب، شفتوا كيفاش جا، يعني جا اللون ديالو زوين بزاف، جاو محمرين مذهبين. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، وكنتمنى اللي كتشوف الوصفات ديالي ويعجبوها انها تدعمني وتعاونني ان القناه ديالي تكبر باللايك ديالها وبالاشتراك وبشي كومونتير زوين. واللي عندها شي نصيحه، واللي يعني الناس اللي عارفين في هذا المجال اكثر مني ماشي مشكل انهم يوريوني. صافي هنا غنستمر تنحيد هاد الدجاج كله من الزيت. صافي هنا طاب، شتي كيفاش جا دابا فاش قربته للكاميرا.
صراحه جا زوين بزاف، جا مقرمش، يعني بناتي كيحماقوا عليه، كيعجبهم بزاف نهار كنديرو. يعني جميع الطروفه ديال الدجاج انا كندير فيها الطريقه، ماشي بالضروره الفخاد. صافي هنا هي الوصفه ديالنا مني وجدات كيفاش جات، جاو زوينين بزاف. كنتمنى تجربوهم. هنا رافقتهم بهاد البطاطا المقليه على شكل ديال ورده. غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اللي بغات تجربها، يعني طريقه مبتكره بالبطاطا. صافي هنا سالا الفيديو ديالنا، شكرا بزاف على المتابعه، الى اللقاء.